السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ديجاوية. احنا النهاردة بقى يا جماعة هنتكلم على الموضة في جمهورية مصر العربية، وهو البيزات والهايات الهورن. تمام. فخلينا بس نتكلم شوية بس كده ايه عن التصميم. والتصميم هنا تصميم الفويد. وديت شركة أمريكية طبعا. دوت التصميم بيتاخد طبق الأصل من الأوريجينال. ده مش الأوريجينال يعني، عشان نبقى ايه الموضوع واضح بتاعنا. هنلاقي هنا من جوه هنا كده. تمام. ده هنا هتلاقي فيه الحديد دوت، وهنا فيه الفتحات ديت. طبعا الفتحات ديت وظيفتها اللي هي خروج الهواء بتاع الدرايفر اللي شغال. تمام. القصة بتاعتنا ديت الأطباق طبعا في منها السناجل هنا اهي زي ما انتم شايفين كده. الفرق ما بينها وما بين البيزات العادية اللي انتم شايفينها ديت كده، دي هنا الأطباق من بره كده زي ما انتم شايفين. الأطباق من بره اللي هو التصميم الريفلكس دوت اللي هو فيه فتحات والكلام دوت. أما هنا هتلاقي الأطباق بتتركب من ورا كده، يعني الأطباق من هنا كده. تمام. هنلاقي ان الطبق او الدرايفر دوت الظهر دوت بيتشال خالص، بيتفك بالمسامير اللي انتوا شايفينها ديت كده، وبيتحط كل الدرايفر جوه. فكل الدرايفر جوه بيبقى فيه طبعا جوه هنا في مسارات والكلام دوت عشان يطلع لنا. ده هنا خروج اللي هنا دوت. تمام. ده هنا بيبقى قدام الطبق دوت، هنا قدام الدرايفر، وش الدرايفر. اما هنا دوت ظهر الدرايفر زي ما انتم شايفين كده من جوه. تمام. تلاقي فيه الغرف من جوه اهي. طبعا كل حاجة بمقاسات بالملي. ليه بقى بمقاسات؟ عشان الصبايات ديت بتبقى معمولة بغرف معينة بمقاسات معينة عشان تطلع لك جودة الصوت بتاعتها. يبقى الاختلاف في البيزات الهورن ديت زي اللي انتوا شايفينها دي، والبيزات التانية بتاعتنا ديت العادية، ان البيزة دي هنا وش الطبق لبره. اما هنا الهورن ديت الدرايفر كله جوه البوكس، يعني الدرايفر كله او الطبق كله جوه البوكس. وطبعا في فتحات هنا وفي فتحات هنا. تمام. والحديد طبعا دوت عشان يدي عزم للكالونة ويخليها متماسكة ببعض دوت. هنا بس ايه يعني حبيت اعمل فيديو سريع كده عن البيزا الهورن. وطبعا يا جماعه البيزا الهورن هنا طبعا دي بتستخدم في البيز بتاعها. بيبقى البيز لمسافات طويله، بيبقى عندنا قوه البيز اللي طالع من البيزات الهورن اعلى من البيز اللي طالع من الريفلكس هنا. بس طبعا ديت ليها طبعا تقطيعة معينة، ليها درايفر معين بيتركب عليها، مش أي حاجة تتركب عليها. حتى هتلاقوا العمق هنا، يعني العمق هنا دوت هنا 90 سنتي، يعني شوفوا متر إلا 10 سنتي. وهتلاقوا هنا في البيزات التانية اللي عندنا العادية ديت هتلاقوا العمق مثلا 60 سنتي. فهنا العمق طبعا سعة لترية كبيرة، خزنة كبيرة من جوه. فبالتالي الخزنة الكبيرة ديت والسعة اللترية الكبيرة ديت عشان تجمع لك صوت او عشان تجمع لك بيز عالي ليها، فلازم درايفرات معينة تشتغل عليها. هي مش العملية شكل بس، عشان بس نبقى فاهمين. طبعا احنا عندنا التصميم اللي احنا عاملينه فوق دوت اللي هو الطبق الكواكسيال دوت. كواكسيال يعني ايه؟ يعني طبق فيه تويتر. دوت عبارة عن سماعة فيها تويتر داخلي. تمام. هتلاقي هنا ان الطبق عندنا هنا فيه تويتر داخلي زي ما انتم شايفين كده. وديت هنا هو دوت ايه الكالونة. هتلاقي هنا الدرايفر اللي انتم شايفينه دوت يا جماعة دوت البوكس بتاعه اهو. تمام. ده البوكس بتاعه هنا اهو. ده هنا ده مونيتور هسمعكم الصوت بتاعه ان شاء الله باذن الله، هعمل لكم تيست عليه. تمام. وديت الفتحات بتاعت التهوية بتاعته.
دي فتحات التهوية بتاعته من هنا. فان شاء الله باذن الله. طبعا دوت ستاند بيشيل اتنين مونيتور زي اللي انتوا شايفينهم دولت. طبعا الكفاءة بتاعة المونيتور والصوت بتاعه ان شاء الله باذن الله هبقى اعمل لكم فيديو عليها، عشان كل جديد بينزل نعمل فيديو برضه عليه. بما اننا بتوع الدي جي فلازم نفهم قبل ما نشتري الحاجة ديت بتبقى ايه، عبارة عن ايه، والصوت بتاعها عامل ازاي والكلام دوت. يا جماعة احنا هنا ما مش موضوع شكل بس، يعني حاجة لما تبقى نازلة جديدة مش موضوع شكل والكلام دوت، لا لازم نجرب الاول نعرف ايه الفرق وايه الاحسن، واحنا بنستخدم الحاجات ديت في ايه والكلام دوت. زي ما قلت لكم يا جماعه ان السماعه الهورن بتختلف اختلاف كبير قوي عن السماعه بتاعتنا، بتختلف عن التصميم. الغرف بتاعتنا من جوه مختلفه، الغرف بتاعه التهويه حتى مختلفه، الفتحات هنا مختلفه، المسارات هنا من جوه برضو مختلفه. تمام. فلازم نبقى فاهمين يا جماعة ديت بتبقى عاملة لإيه أو بتشتغل لإيه الكلام دوت. فدي كان فيديو سريع عن البيزا الهورن، سواء كانت دي بيزا سنجل ودي بذات دبل. وإن شاء الله بإذن الله هنجرب الصوت. إن شاء الله هعمل لكم فيديو للصوت وهعمل لكم تيست عليه، وعايز اسمع بقى ايه رأيكم في الفيديوهات. متنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. عايز اسمع رأيكم في الشكل مبدئيا، وبعد كده ان شاء الله هعمل فيديو للصوت بتاع الفويد. وان شاء الله بإذن الله هنبقى للأحسن، وكل حاجة نازلة جديدة هبقى يعني اطلعكوا بيها اول باول. وزي ما بقول لكم يا جماعه الشكل اللي انتوا شايفينه دوت هو مش عباره عن شكل بس، لا ده عباره عن تصميم داخلي جوه المكان اللي انتوا شايفينه دوت اهو. المكان ده كله من جوه من الخزنه. لو هنا كده تمام هتلاقوا فيه، مش عارف هتبقى باينه ولا لا، بس ان شاء الله باذن الله هبقى اوريلكم الظهر بتاعها من جوه. تمام. فدي ليها تصميم داخلي معين عشان يمشي معاها. زي ما انتوا شايفين كده العمق، بصوا العمق قد ايه يا جماعه، بصوا العمق قد ايه، يعني عمق 90 سنتي. يعني دي اكبر من عمق الاس ار اكس 700. الاس ار اكس 700 الجي بي ال، الناس اللي عارفه البيزات بتاعت الاس ار اكس الاوريجينال هتلاقي العمق بتاعها 80، دي 90. الموضوع حلو قوي، موضوع حلو قوي في الصبايه ديت. هنسمع الصوت بتاعها ان شاء الله، وهنجرب الكفاءه بتاعتها. وكمان السماعه المونيتور اللي فوق دي ان شاء الله باذن الله هنجربها برضو وهنسمع الصوت بتاعها. تخيلوا يا جماعه ان دوت طبق بتويتر، يعني طبق فيه تويتر، وتويتر كبير كمان مش صغير، يعني تويتر 74 بوصه. تمام. والطبق اهو زي ما انتم شايفين. فانت هنا انت معاك بدل ما انت تجيب مثلا مونيتور زي المونيتور دوت كده، ده عبارة عن 12 وتويتر، وانت شايف الحجم بتاعه قد ايه. لا بص انت عندك بقى الحجم قد ايه، الحجم بتاعك صغر، والكفاءة يمكن مش عايز اقول لكم اعلى، بس هي حاجة محترمة قوي. وهنسمع الصوت بتاعها باذن الله، واعمل لكم فيديو عنه ان شاء الله عشان يوصل لكم كل حاجة جديدة. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس يا جماعة. احنا عايزين نخلي القناة بتاعتنا، قناة الديجاوية ديت، اعلى قناة في الوسط بتاعنا كله، في المجال بتاعنا كله، عشان ما نبقاش محتاجين لأي حد، مش محتاجين لأي حد في أي معلومة. احنا عندنا كل المعلومات وعندنا كل حاجة، واحنا في الأول وفي الآخر بنكمل بعض. فعايزين نكون لينا بيت مستقل بينا، في كل حاجة تنزل السوق إن شاء الله هوافيكوا بيها بإذن الله.
متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.